لو انا قلت لك ان متوسط الشرح في الاسبوع 8 ساعات شرح بس، هل بالنسبة لك الرقم ده مقبول ولا كتير ولا قليل؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجة كويسة. صديقي القمر الجميل، اهلا بيك في اول فيديو تفاصيل ثانوية عامة 2027. الفيديو ده هيكون فيه كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها من A to Z، وان شاء الله يكون فيه كل الاجابات على كل الاسئلة بتاعتك. في البداية كده قبل ما نخش في السيستم بتاعنا، عايز ان انا اسألك سؤال وعايزك ان انت تفكر فيه. فكر فيه كطالب ثانوية عامة. اسأل: لو انا قلت لك ان متوسط الشرح في الاسبوع 8 ساعات شرح بس، هل بالنسبة لك الرقم ده مقبول ولا كتير ولا قليل؟ فكرت؟ كتير جدا طبعا. ما هو 8 ساعات في الاسبوع مش هتعرف تستمر عليها، اخرك تستمر عليها اسبوعين 3 شهر بس، خلاص كده. لكن على اللونج ران مستحيل، لان انت محتاج في ثانوية عامة تستمر على نفس المجهود 36 اسبوع. فده اللي انا بوفره لك، ان بدل ما اديلك الشرح على مدار 8 ساعات اسبوعيا، لا انا بخليه لك 3 ساعات بس. فالرد المنطقي اللي اول حاجة هتيجي في دماغك هي اكيد بيكروت، وده رد منطقي وانا اتقبل الرد ده. بس هو الحقيقة ان احنا مش بنفضل نعيد في المعلومة. يعني اللي بيتقال في 8 هو اللي بيتقال في 3، بس من غير اعادة. ما هو التلاتة دول لو اتعادوا هيبقوا 6. انا لو كل حاجة شرحتها عدتها هيبقوا 6. انا براعي ان انت كده كده معاك الحصة طول السنة مفتوحة، سواء سنتر او اونلاين، فلو في جزئية تنتوفة وقعت مني هرجع ابص عليها. لكن اكيد انا مش هخاطر بسمعتي ان في حاجة ما اشرحهاش، ولو انا بكروت ما كانش كل الناس اللي قدامك دلوقتي دي جابت درجات حلوة وكويسة وفي اكتر كمان. طب ده ليه؟ بص، بصراحة انا واحد ما بحبش الكلام الكتير، فربنا مديني موهبة ان انا اعرف اوصل المعلومة في اقل عدد كلمات. يعني بعرف اختار الكلمات اللي توصل على طول في دماغك، خصوصا ان انت حاليا اساسا ما عندكش القدرة ان انت تتفرج على فيديو التفاصيل، ما بالك ان الفيديو ده 8 ساعات مش هتفتحه اصلا. فهتبدأ ان انت تخش في دوامة المراكمة، خصوصا ان الجد في المنهج بيبدأ من الحصة ال11. يعني اول 10 حصص دول يعتبروا اللي مضمونين لكل الشعب، من اول ال11 يبدأ الشغل يتقل. فانا لو استنزفتك اساسا في الاول، خلاص هتخش بقى في دوامة ان انت هتراكم اللي بعده واللي بعده، تخش في الاورجانيك تراكم وخلاص ضاعت السنة على كده. فانا بكرر على حتة ان احنا دايما شرح قليل حل كتير. حتى الفيديوهات هيبقى بتاعت الشرح ليها فيديو سمري، لان انا مش عايزك ترجع للشرح ده تاني في الدنيا. يعني الشرح انت هتشوفه مرة واحدة بس على مدار السنة، حاجة نسيتها خليك في فيديو السمري، هيبقى تلت ساعة نص ساعة يجمع لك الافكار ويفكرك بيها تاني. بس اهم حاجة بقى هي الحل. انت لو عرفت تجمع الشرح من الحل انت تبقى راجل نبغة. فاهم حاجة في الكيمستري هي الحل، هي الحل، هي الحل. طب الدنيا بقى بتمشي ازاي؟ انت بتحضر الحصة اللي زي ما اتفقت معاك ان الشرح لا يتعدى 3 ساعات، ساعات كمان بيكون اقل. هتحضر حصة الشرح بتاعتك سواء سنتر او اونلاين. بعد كده الجزء الاهم بقى اللي هو كلاس شيت. انا عارف ان في ناس كانت معانا كتير في تانية عارفة الكلاس شيت وكانت بتفكسه، وفي ناس جديدة، فانا عايز اعرفك ان فيديو الكلاس شيت ده هو اللي انا بعلمك ازاي تحل. المعلومات اللي انا ذاكرتها او سمعت شرحها في ساعتين ساعتين ونص 3 دول بتشغلوها ازاي في الاسئلة. في حاجات عمرك ما هتاخد بالك منها ان هو بيتسأل فيها غير من خلال الاسئلة. فالكلاس شيت ده اسبوعيا بيكون تقريبا 100 سؤال. ال100 دول انا اللي بحلهم، انت بتتفرج عليا بعلمك ازاي تحل. طب بعد كده بيبقى فيه طبعا جزء الواجب، وده اللي انت بقى بتجرب تلوش فيه وعادي اغلط ما يجراش اي حاجة. بتبتدي ان انت تحل الواجب بتاعك، وعايز بقى اتكلم على موضوع الاسئلة. طيب بص يا سيدي، نيجي بقى لحتة الاسئلة. انت عندك في ثانوية عامة ككيمستري او كيمياء، انت بتتكلم في 11 كتاب خارجي. لو ال 11 كتاب حطوا متوسط 100 سؤال على الدرس،
فانت بتتكلم ان انت عندك في الدرس الواحد في الاسبوع الواحد 1100 سؤال. اسألك نفس السؤال، تعرف تحل في الاسبوع 1100 سؤال؟ هل ده رقم عقلاني؟ طبعا لا. فكل الكتب بتكون اوريدي حاطه نفس الفكره، بيغيروا بس تاتشايه صغيره عشان حقوق الطبع والنشر والحاجات دي، بس هم بيكونوا نفس الافكار. ممكن كل كتاب بيتميز عن الكتاب التاني مثلا ب4 اسئله 5 اسئله. طب احنا عملنا ايه؟ حطينا لكم الواجب يكون ما بين رينج ال 150 ل 200 سؤال، دول اللي فيهم كل الكتب، انت مش عايز اكتر من كده. فواحد يجي يقول لي طب انا الصراحه عايز اشتري كتاب خارجي. بص يا حبيب قلبي، انا هتفق معاك اتفاق، انا ما عنديش مشكله ان انت تشتري اي كتاب، كل الكتب زي ما بقول لك كلهم واحد. هو زي ما بقول لك كل كتاب بيختلف عن التاني في حوالي 4 أو 5 اسئله، اشتري اللي يعجبك او اللي تلاقيه متاح. بس اللي يزيد عن حده يقلب ضده. بمعنى، من الدفعات اللي فاتت ان هو بيبدا السنه بحماس، انا هخلص واجب المدرس ده وهشتري الكتاب الف وب وابتدي ان انا احل فيهم. برافو عليك، حليت على الدرس كام سؤال؟ ما يقارب 450 500 سؤال، انت بيرفكت في الدرس ده. باقي المنهج انت مش معانا. ليه؟ لان انت غصب عنك انت الوقت هيسرقك. 500 سؤال دول، انت لو بتحل السؤال في دقيقه، لو افترضنا ان انت عبقري بتخلص السؤال في دقيقه، ف500 في دقيقه انت بتتكلم في نص يوم، ما يقارب ل 11 ساعه قاعد على الكتاب بتحل السؤال في دقيقه. فالحل جميل والشرح جميل، بس اللي يزيد عن حده يقلب ضده، يعني كل حاجه في المعقول. فانا شايف ان انت في الفتره دي اللي هي في بدايه السنه او لحد كمان ما السنه تخلص ونخش فتره المراجعات، ممكن تكتفي بكتاب الواجب والكلاس شيت. زي ما بقول لك 100 سؤال انا بحلهم ككلاس شيت فيهم كل الافكار اللي في الدنيا، حوالي 150 انت بتحلهم كواجب. كده انت ظبطت الدرس ده، انت مش محتاج حاجه تاني. لكن هتجيب بقى كتاب واثنين وثلاثة واربعة تقعد تحلهم، انت هتظبط الدرس ده بس هتضرب منك في الباقي، مش هتستمر على الموضوع ده. حتى هتلاقي ناس كتير بتبدأ ان هي تبيع الكتب اللي معاها، يقول لك ان انا معايا كتاب كذا وكذا وكذا ما حطيتش فيهم قلم، اللي عايزهم بنص الساعة. ليه؟ لان هو فكر نفس التفكير بتاعه. طب حاجة كمان بالنسبة لمستوى الأسئلة، بص يا سيدي، انا ما بألفش أسئلة عشان ابقى راجل برضه دغري معاك، انا مش بألف. يعني هو في كم مصادر وأسئلة تغني اي حد عن التأليف، فاحنا مش محتاجين نألف اصلا. انا كل اللي بعمله ان انا بطلع على الأسئلة، اجيب لك الافكار وبدون تكرار. انا عارف ان في تانية كان في تكرار كتير وسمعت الموضوع ده والشكوى دي، ان فكرة واحدة متكررة كتير، بس عشان منهج تانية كان كوتي بوتي وصغير فما قدامناش اوبشن غير ان احنا هنكرر نفس الفكرة. لا، في تالتة بحاول على قد ما اقدر ان ما يكونش في تكرار، اخرك في الفكرة تتكرر مرة او اتنين، تغلط فيها مرة تثبتها التانية. طيب بالنسبة بقى لترتيب المنهج، يا حبيب قلبي انت ما ينفعش تبدأ بالاورجانيك، لان انا برضو شفت الموضوع ده، وشفت بقى اللي بيقولوا ان انت لازم تاخد مع 2 مدرسين، واحد بادئ باورجانيك واحد ان اورجانيك. ايه ده ايه ده؟ انت اصلا لو خدت درسين كيمستري في اسبوع ما انت كده عملت المشكلة اساسا، ان انت ولا هتلحق تخلص الحصتين سوا والواجب هيبقى 500 والدنيا هتبوظ منك. كل حاجة لازم تيجي بالتدريج. انت اول شهر ثانوية عامة ده ما بيتحسبش اصلا، انت لسه مش عارف بتذاكر ازاي، قاعد بتفتي جرب بقى الطريقة دي مش شغالة، جرب دي مش شغالة وتنسى. فاول شهر ده انت لسه بتشوف انا هشتغل ازاي، انا هعمل ايه، انا همشي الدنيا ازاي. فانت لازم تبدأ بترتيب المنهج، لان ترتيب المنهج برضو بادئ من الاسهل للاصعب. فانت لازم تمشي بترتيب المنهج، لان كل تشابتر بيبقى فيه حاجات تأسيسية للتشابتر اللي بعده تقدر ان هي تسهل لك شوية في الجزء اللي وراه. طب بعد ما بتخلص الواجب بتصححه، وانا اللي بصور لك فيديو الواجب، بيكون انا مش اسيستنت، لان انت هتلاقي الموضوع ده منتشر قوي في المواد التانية يعني كتالتة. ودي بتعمل لخبطه لبعض الطلبه، ان المدرس اكيد بيشرح غير الاسيستنت، الاتنين ما بيبقوش زي بعض بالظبط، فالواجب احنا اللي بنقدمه ما بيكونش اي اسيستنت. طيب الحته الجايه دي برضو مهمه بالنسبه للمتابعه والناس اللي خايفه من الاونلاين علشان المراكمه وكل القصص دي. طيب اولا بالنسبه لولي الامر، لما الطالب بيشتري اي حصه بيتبعت لحضرتك اس ام اس، او مش اس ام اس يعني رساله على الواتساب بنفس اللحظه
اللي هو اشترى فيها الحصه، او لو حضر برضه سنتر بيجي لك في نفس اللحظه الدقيقه اللي هو جاي فيها السنتر. بس في بعض السناتر ممكن يتاخر شويه لان ساعات بيكون مفيش شبكه، فالرساله ممكن توصل متاخر، بس هي بتوصل يعني. طب تاني حاجه درجات الكويزات. اي درجه كويز او اي امتحان عامه بيتبعت درجته لولي الامر. احنا مش هنبعت درجات الواجب، هنبعت بس الامتحانات، لان الواجب بيكون الى حد ما الطالب بيتعلم فطبيعي ان هو يغلط ما يجراش حاجه، لكن درجات الامتحانات والكويزات هي اللي دايما بتتباع. طب حاجه كمان بقى عشان الناس اللي بتشتري حصص وتنام جنبها، هيتطبق بدايه من السنه دي نظام بلوكات. ايه بقى الرخامه دي بقى؟ الله ينور عليك. انت معاك اسبوع تحضر حصه براحتك، ماشي. الاسبوع خلص وانا ما شفتكش ان انت حضرت فيه حتى نصها، بيبتدي ان انت يتعمل لك بلوك، ونكلم ماما نقول لها ان في 1 2 3 والطالب اتاخر وراكم واحنا محتاجين ان احنا نساعده شويه. ماما قالت خلاص ماشي معلش المره دي نفك لك البلوك وبتاع. ماما قالت ادبوه ربوه نعبلكك شويه نعطلك حبه. احنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نطبق اللي بيحصل في السنتر اونلاين، واهم حاجه في الاتنين هو الالتزام. فعلى قد ما تقدر نحاول ان احنا سوا نلتزم. وطبعا هيكون في بقى باقات واوفرز على الاونلاين، طبعا ما بنقدرش نطبقها في السنتر، بتبقى بالناس اللي بتحضر اونلاين بس. وميعاد الكورس التأسيسي هيكون يوم الاثنين، يوم 8 او يوم 10 شهر 8، يوم الاثنين الجاي على طول، اللي هو يوم 10 شهر 8. طب بداية المنهج بقى من امتى؟ بداية المنهج هي الاسبوع الاول في شهر 9. طب وهنخلص يوم كام؟ هنخلص يوم 23/4. 23/4 ده وقت مناسب جدا، ودي الخطة اللي احنا ماشيين بيها كل السنين، ان 23/4 بتبدأ اول مراجعة. انت مش بتخلص سوري، انت بتبدأ اول مراجعة 23/4 وتخلص يعتبر يوم 1 شهر 6. بيكون فاضل على الامتحانات تقريبا 25 يوم. فال 25 يوم دول بيكونوا خلاص انت ما عندكش محتوى تعمله. فلو حاجة فايتاك، درس بعينه فايتك عايز تأكد عليه، امتحان عايز تعيد عليه، كل حاجة مسموح لك بيها، مادة تانية عايز تهتم بيها، فأنا بخلص مراجعاتي وبسيب لك كل حاجة، ويكون معاك فترة 25 يوم تشوف لو في حاجة انت موقعها في مادة، موقعها في الكيمستري عايز تظبطها، يبقى معاك متسع من الوقت، بدل ما ايه اكبسك لاخر يوم تلاقي ان انت مش لاقي تتنفس حتى. وفي نهايه كل تشابتر بيكون عندنا زي ورك شوب او ريفيجن. الريفيجن دي بتكون على التشابتر، بيكون الريفيجن اكتريتها كحل. في بعض الاجزاء بتبقى رخمه شويه لبعض الناس في الحل، فبنثبتها ونأكد عليها لحد ما تفرم التشابتر. فكل تشابتر يخلص عليه ريفيجن، كل تشابتر يخلص عليه ريفيجن، كل تشابتر يخلص عليه ريفيجن. كل اللي مطلوب منك دلوقتي ان انت هتعمل اكونت على الويب سايت بتاعنا، هنسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتس. طب والمواعيد بتاعت السناتر؟ مواعيد السناتر هتنزل لكم ان شاء الله خلال يومين. طب الاماكن اللي هنكون موجودين فيها هقراهم بقى معاك عشان هم كتير. هنكون موجودين معاك في الدقي والهرم والمعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق القبة والزيتون وألف مسجد، وطبعا شبرا. ازاي انا نسيت دي يعني؟ انا بعتبر ان شبرا ده بيتي ما بكتبهاش يعني. فكمان هنكون موجودين معاكم في شبرا، يعني غطينا يعتبر كل القاهرة والجيزة. ربنا معاكم ويوفقكم. لو حد عنده اي استفسار تاني يقدر ان هو يملاه في الكومنتس او يبعت لنا رسالة ان هو عايز اي تفاصيل، عايز اي حاجة. ربنا معاكم ويوفقكم وتكون بداية سنة جميلة، واشوفكم على خير الفيديوهات اللي جاية بقى. باي باي.